بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظام السيسي والمطبلاتية بتوعه ما بيفوتوش فرصة، خير شر راشقين في أي حال. البلد اقتصادها وحش يقولك استحمل، مشاكل جايلنا من الخارج يقولك اصطف لا مؤاخذة خلف الرئيس. طب هو احنا ليه يجب أن نقف لا مؤاخذة خلف الرئيس؟ وإيه هو اللي عايزه السيسي مننا أو خايف منه السيسي وعايزنا نبقى معاه أو نلتف خلفه؟ موضوع طبعا التهجير، وانا ليا وجهة نظر في موضوع التهجير ان رقبة السيسي تساوي التهجير. السيسي لا يمكن يدخل اهلنا من غزة الى داخل سيناء، لان دي معناها نهاية حكمه هو والدولة العميقة واللي بيحميه، لان هؤلاء داخلين بفكر مختلف خالص عن فكر المصريين. دلوقتي لو السيسي كان فكر فاسد او بعقلية واحد فاسد او يهمه مصلحته، المفروض يعرف ان اهلنا في غزة والمقاومة في غزة هو الخط الدفاع الاول ليه من العدو التاريخي. المفروض ان هو كان حتى لو المقاومة في غزة ليسوا مسلمين وليسوا عرب، المفروض كان يدعمهم. ليه؟ لان سياسيا انت بتدعم ناس عدو خصمك، ما بالك هم مسلمين وعرب واقرب ليك من اي حد. يعني غزة ديت كانت جزء من مصر في يوم من الايام، بل تقريبا اكتر من 90% من العائلات في غزة هي عائلات مصرية اصلا. فانت المفروض ان انت كنت تدعم هذه المقاومة، لكن اللي حصل العكس تماما. خسرتهم وجوعتهم، بل ساعدت في نقل الاسلحة للكيان. قام الموضوع اترد في وشك يا سيسي، تاخد على حسه مساعدات ولقطات بتعملها لامريكا والغرب ان انا راجلكم في المنطقه. دلوقتي جالك ترامب اللي انت كنت المفروض معاه واللي انت المفروض كنت فرحان وانت كنت بتدعمه، انت واعلامك وانت وابن زايد وسلمان كنت بتدعموا الراجل ده ان هو يجي. اهو جه وذلكم، بتدعموا علشان ملف حقوق الانسان، اهو جه طربقها فوق دماغك. دلوقتي انت بتطلب من الشعب الدعم وان هو يصطف خلفك لا مؤاخذه. طب كان فين الشعب وهو بيقول لك ساعد اهلنا في غزه؟ دخل لهم مساعدات. الشعب اللي كان بيرفع علم فلسطين بيتم اعتقاله. الشعب اللي انت ابتديت حكمك باكبر مذبحه عرفها الشعب المصري في التاريخ الحديث، اكتر من 10,000 اتقتل، اكتر من 110 معتقل ومختفي قسريا. هو ده الشعب اللي انت بتطلب منه دلوقتي ان هو يقف جنبك. طب هل انت وقفت جنب الشعب؟ هل انت حققت للشعب المطالب اللي هو بيحلم بيها؟ وفرت له الاكل والشرب، وفرت له السكن، وما وفرتش اي حاجه؟ انت حرامي انت والنظام بتاعك. بعد الاعتقال والقتل، بعد كشوف العذريه والاغتصاب، بعد بيع الارض والديون، اقف مع النظام ليه؟ بأمارة ايه؟ موضوع نغمة الجيش اخويا واخوك ده خلاص راحت. بعد كده جالنا موضوع السيسي كويس واللي حواليه هم اللي وحشين، وبرضه ديت راحت لان هو القائد الاعلى لكل حاجه. ودلوقتي اقف جنب بلدك. برضه ليه؟ اقف جنب السيسي ليه؟ عشان يعتقل مننا اكتر، عشان يقتل مننا ويغتصب نسائنا اكتر، عشان يسرقنا اكتر، عشان يبيع مقدرات البلد اكتر. اقف جنبه ليه؟ سنة ونص وانت شايف الخراب بيحصل في غزة قدامك، سنة ونص وهم بيضربوك في معبر رفح، سنة ونص بيقتلوا جنودنا وانت ما عملتش حاجة. طالب مننا دلوقتي ان احنا نطلع؟ هو احنا لازم نستحمل الفقر والجوع ولما انت ترتكب اخطاء احنا نطلع علشان نصلح لك الاخطاء ديت؟ انتوا لازمكوا ايه في قيادة الدولة لما احنا المفروض نعمل كل حاجه؟ امشوا واحنا هنعرف ننظم دولتنا. لو كنت اتحركت من سنه ونص ما كنتش بقيت في الوضع دوت اللي انت فيه، اللي انت حطيت نفسك فيه. لو انت كنت ساعدت اهلنا في غزه ما كنتش هتوصل اللي انت فيه. لو انت ما كنتش ابتديت بدم واعتقال ولغايه دلوقتي دم واعتقال، كنت هتلاقي ان الشعب فعلا معاك. والشيء بالشيء يذكر. رساله للجيش تاني، انتوا اللي انقلبتوا على الرئيس مرسي الله يرحمه، وانتوا اللي قتلتوا مرسي الله يرحمه، وانتوا اللي جبتوا السيسي، وانتوا اللي عارفين ازاي تشيلوا السيسي. فشيلوه وطهروا نفسيكم من العار اللي انتوا فيه. يمكن الشعب يقدر يغفر لكم اللي انتوا عملتوه فيه. خرجوا المعتقلين، هم دول اللي هيعرفوا يحركوا الشعب، وحسسوا الناس ان البلد بتاعتهم. اطردوا الخاين او انتوا عارفين هتعملوا معاه ايه، ويمكن تحتفظوا ببعض المزايا. لان لو الثوره قامت واكيد هتقوم باذن الله النهارده او بكره او بعده، انتوا المزايا والامتيازات اللي كانت معاكم او المكتسبات هتضيع، وممكن يظهر لكم حد تاني ينافسكم. الحقوا نفسكم قبل فوات الاوان، وارجعوا لوظيفتكم الحقيقيه ان انتوا تحموا الشعب والدوله، مش تحموا فرد واحد. خلصت الكلام في موضوع الاصطفاف لا مؤاخذة خلف الرئيس، ان المفروض نعمل العكس، نكثف جهودنا ونضغط على النظام اكتر، لان اللي بيحميه مختلف معاه حاليا. فدي فرصتنا ان احنا فعلا نطرد النظام ده بره عشان بلدنا ترجع لنا. ساعتها هنعرف نقف قدام الكيان وقدام امريكا وقدام العالم كله. ان شاء الله نشوف بعضينا في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.